هلو يا حلوين، فيديو اليوم مختلف عن كل الفيديوهات. امبارح انا وعم بحضر جاي اووردز لفتتني لوحات رائعة جدا، وهيدا هو موضوع حلقتنا اليوم. خلونا نحضر هدول اللوحات ونستذكر مع بعض شو صار بالجاي اووردز ونستمتع. يلا يلا. طبعا جوا ورا السكرين كلها لأعمال الدراما السورية على مر التاريخ. كل شيء أعمال ممكن تتخيلوها موجودة ورا على السكرين. طبعا الافتتاحية مع الخبيرة منى واصف. المعروف انه الدراما فن غربي، وهذا صحيح اذا المقصود اختراع الكاميرا والتقنيات. بس اذا المقصود الحكايه فشهرزاد يلي وقفت الموت بالحكايه الى راي تاني، وشعراء الاطلال وخطباء الاسواق وقصاص الاحياء واصحاب المقامات كمان إلهم رأي تاني. وهذا كله كان متخزن وناطر اللحظة يلي يعبر فيها عن نفسه. وإجت اللحظة، والسوريين مثل كل إخواتنا العرب استقبلوا التقنية ليحكوا من خلالها حكاياتهم. أبو خليل الأباني بدأ الرحلة على المسرح، وكان التجريب المدروس والجريء ميزة الدراما السورية. تجريب بالموضوع وبالأسلوب وبالإخراج وبالإداء. ومع السينما والتلفزيون انطلق جيل الرواد، من مقالب غوار مع دريد ونهاد لمرايا النقد والسرد مع ياسر العظمي، وراح التجريب بالكوميديا لمكان مختلف وحيوي مع هشام شربجي. بس التجريب أخذ مداه بأعمال التاريخ والبيئة. حاتم علي أخذنا للزير سالم وأجواء القبائل، ورجع أخذنا للأندلس وعوالم المجد. وبسام الملا من أيام شامية لباب الحارة قدر يكرس نوع درامي سوري خاص هو البيئة الشامية. وهي الأسماء وهي الأعمال هي شيء من الكل، هي محطات من رحلة طويلة، ولما بنستعيدها اليوم بنستعيد مع الكل مين غاب ومين حضر. آخ على نبرة صوت الأستاذة منى واصف، مش طبيعي، بتلمس قلبك، حرفيا بتلمس قلبك هي عم تحكي. بردتي يا ما للتدخين، يا ما جعتي يا ما تطعمين، كم جوز جرابات رقعتيلي، وضاعت الترباية فيني يا مو. قبل ما نبلش بعرف بعطش، بس شايفين هاي اللوحة اللي ورا اللي عم تبرم؟ كأنه كل لوحة حكاية، كأنه كل لوحة مشهد، كأنه كل لوحة وقفة. احضروا شوفوا. يا ست الحبايب يا مو، يا مو
حسيت انك مو مصدقني يا ابو غوار. انا في بدري بيك ابو كلبشه لا يخطئ. قلت لك هربان هالمقصوف الرقبه، شفت بعينك؟ شفت انه غوار هربان من السجن. بس شو بدي اقول لك، انا ابوه ومربيه، ولذلك يعني بدك ما تاخذنا. صحيح هو بيعمل فصول كتير، بس أهم فصل عمله معنا إنه خلانا نحبه. دراد لحام أسطورة غوار. هيدا هون عم بيحكوا مشهد من اوتيل صح النوم طبعا، وكلام دراد لحام هون عبقري، اللي هو انه صحيح عمل معنا فصول بس خلانا بمرحلة من المراحل انه نحبه لغوار الاستاذ دراد لحام. مساء الخير والسعادة، كل ما حطيتوا راسكن على الوسادة. طبعا الاستاذ ياسر العظمي ومرايا واسطوره مرايا اللي مرق معنا على مر التاريخ، واستمتعنا بكل جزء مرق فيه، وهذا المشهد هو نفسه ماخوذ من مرايا نفسها، يمكن عشنا وشفنا نفس القعده بيحكوها. ببلش الاستاذ ياسر العظمي هون بيقول الحكايه وبيروحوا على المشهد التمثيلي، وطبعا شفتوا اللوحه كيف عم تقلب كل مشهد بمشهد، ومثل ما قلت لكم قبل. وكلام ياسر العظمي طبعا دائما بيكون موزون وعلى القافيه. مساء الخيرات. بس لا هيك تخنت، شو القصة يا أبو حمدي؟ أنو قصة يا حبيبي؟ طبعا هول فرقة ياسر العظمي يعدوا من الأشخاص اللي مثلوا مع أستاذ ياسر العظمي أكثر من جزء وأكثر من حلقة وأكثر من مشهد. طولت علينا الغيب كتير وقطعت الحبل فينا بنص البير. والله يا أبو حمدي بنضل منذكر حكاياك القديمة، إلا أنه حكاياك عليها القيمة. ايه بس الغريب يا جماعة انه والله الممثل اللي زمان ما شفته وما شفت له أعمال للأسف ما عم بشوفه على الدراما. حكايات ابو حمدي صحيح قديمة على العموم، بس فيها معاني غميقة وبنت اليوم هي ما بتقدم، بس شعبنا ما بده يتقدم. هلأ المهم شو ما كان بتضل حكاياته دمها خفيف وبتورجينا حقيقتنا دون تأييد. لك شو صلكن يا جماعة؟ شو صلكن؟ نحن جايبين أبو حمدي لتحكوا له أنتو، بدنا نسمع حكاياته وقريضة. لك معلش سيفو، معلش خليهم يفشوا قلبهم، لاني فعلا تاخرت عليكم. عم بجمع الحكايه المهمه، لاني ما بحب احكي حكايه بلا طعمه. هلأ أبو حمدي قلي محضرنا شي ولا ناخد بعضنا ونمشي؟ آخ يا سلمى شي بحير. بدي أحكي عن الفساد بيعم وبينتشر وبيزداد، وإذا هاجمت يلي بيقبض رشوة بيتهموني بالظلم والقسوة، وإذا نقدت اعوجاج السلطة بيضايقوني رجال الشرطة. المهم والله يا ناس تغيرت طباع الناس حوالينا، وصار أكبر ما فينا بزمر باللي يعطينا.
دور هالمسرح فينا، دور هالمسرح فينا، يا ترى تجيب فينا. هيك مرة هيك. طبعا زين سالم من الأعمال الدرامية السورية التاريخية الأشهر من أن يعرف. جساس هذا كأنه صوت الزير. جساس نعم يا مولاي، هذا صوت الزير. هل أنت متأكد؟ نعم يا مولاي. لا هذا مستحيل. مستحيل أن يكون الزير. الزير مات وشبع موتا. مات وشبع موتا. الزير لم يمت يا جساس، ولن يموت. شوفوا هم بلاغة اللغة العربية الفصحى، شوفوا البلاغة، شوفوا الإتقان، شوفوا مخارج الحروف. ما دام هناك من غدر بأشرف من أنجبت العرب، كليب بن ربيعة، ومن أجل ماذا؟ من أجل الأقرى؟ لا بل من أجل الكرامة. من أجل الكرامة يا سالم. وما قتلت كليبا، قتله بغيه وتجبره. وأنت ألم تبغي وتتجبر حين سلبته عرشه؟ ألم تبغي وتتجبر حين أذللت نساء تغلب؟ وهذا لعمري ثأر آخر، وحق ما آمنت به العرب. إن ثأر كليب وحده يكفيني حتى لا أبقي من بني بكر صافر نار. الناس نسيت أيها السير، الناس نسيت. دعك من حربك هذه المجنونة وعد إلى موتك. هيا عد إلى موتك. الحرب ليست قرارك يا جساس، ليست قرارك. لقد اختار الناس الحياة على الموت يا سالم، وإن أردتها حربا فنحن لها. نحن لها يا سالم، ولكن لن تجد أحدا يقف معك. لن تجد أحدا يقف معك. بل سيقف معه من كان معه في اللحظة الأولى، امرؤ القيس، من آمن بحقه في الحب ولو تحول إلى حرب. يا جساس، الحرب، هذه الحرب وإن طالت فلا بد إلى زوال، ولن يبقى في ذاكرة العرب سوى الحب. امرؤ القيس، الحب، امرؤ القيس. صعب
خلصني. الله، منين جايب لي هالنص؟ منين جايب لي هالنص؟ ما عم ينحفظ معي. انت احلى اعوذ بالله. لك ان شاء الله بتقبر قلبي انت الهي. مثل القمر. لا لكن منين خلاص جايبوا لا. هذا الحكي؟ لعمة والله زغنا ضريب، حولتوني انتوا اثنين. جهزتوا ولا ما جهزتي؟ دقيقة ها؟ ايه أنا جاهزة أستاذ. وانت شو صار معها؟ شو؟ جهزت؟ لا انا تفصيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. 5 4 3 2 يلا. شو رايحة على اسبانيا انت؟ لك شلون بدي احكي؟ شلون بدي احكي هذا الحكي؟ بتعرفي انت اجمل شيء بحياتي. وأنت أحلى شي بعمري أستاذ. جمالك سحرني. رقتك أسرتني. انت حبي. هاي انت حبي هو نفسه بيقولها بالمسلسل، نفس الافيه نفسه بالمسلسل، انه عم بيتدربوا بمكتب جميل، بيقول له انت حبي، بيقول له حبي، فهو نفس المشهد. أنت أمل حياتي. انت حسيبك للزمن على الحوار. لك جميل. لك شو عم تقرا جريدة؟ انت عم تقرا جريدة عم تمثل. لك يا رجل عطية. لك شو بدي اعطيها؟ تنعطلتش انت وياها، هي بتنعطى هي. لك بدي اعطيها. عطية مشاعر، عطية حس، عطية حتى. لك قدامك نجمة، هي نجمة المستقبل، لك تفرج عليها ما عم تعرف تحكي. شو بك؟ خلص أستاذ وسيم، أنا بفهمه بعد لك. أستاذ جميل، قصده الأستاذ وسيم إنك تنسى إنك مدير وأنا سكرتيرتك، وتحاول إنك تعتبرني حبيبتك وأنت حبيبي. يعني استرخي، سلم نفسك إلي، وأعطيني مشاعر وأحاسيس. والله بستاهل. مو تكرم عيني. بتعرفي انت احلى شيء بحياتي. وأنت الحلم اللي تحقق بعمري، ولك ريتك إن شاء الله تقبر قلبي. إيه تعال أقلك لك عضوي. أستاذ. ربيع قرطبة من أجمل الأعمال التاريخية اللي انعملت بالدراما السورية. هل نحن لقرطبة أم هي لنا؟ نحن لها بقدر ما هي لنا. لا ملكناها ولا ملكتنا، بل كنا وإياها نعيش في الحلم والخيال، ودليل الشعوب على قهر الفوارق. قد يسمينا المؤرخ ربيع، فهل من شاعر يعدل قول صاحبه؟ الشاعر عالق في الشام حيث أخرجنا منها بالسيف، فما خرجنا منها إلا وقد حملناها معنا حتى أقمناها شاما شرقية في الديار الغربية. نعم، في كل تاريخ
شعر في كل وطن منفى. بلى، لقد كانت الأندلس وطنا منفيا، كانت دولة لاجئة كما لم يكن سواه، فإلى ما تصير؟ وما قد يتبقى منها ومنه إن انقضى ربيعه؟ تبقى الأسماء أو الحكايات. بل يبقى الأثر يا ابن أبي عامر، أثر الروح على الحجر. بلى بلى، هو عالق في الشام، وعز الشرق أوله دمشق. الدراما السورية وصلت لمكان كتير غني، كتير، بس كمان قالت بدها تتطور، وبين حارة كل مين ايده إله وحارة الضبع كمان اتطورت الدراما السورية ووقفت بمكان يمكن كتير بعيد. قالوا لا، لازم نرجع مشان نفكر بالإنسان ونعرف شو بده وهواجس الناس ونعرف شو بدها. آمنوا بالتدريب وبالتجريب وبالاطلاع على تجارب الآخرين. يا ترى نحن الدراميين شو بدنا؟ بدنا نغير وجه التاريخ؟ بدنا نغير خريطة العالم؟ لا، نحن بدنا نلامس قلوب الناس، قلوبكم، ايه، لأنه قلوبكم بالنسبة للفنانين السوريين هي وجه التاريخ وهي خريطة العالم أيها الناس. هاي اللوحات اللي عم تبرم ورا عبقرية جدا جدا، عبقرية. هاي اللي عم تبرم بتغير المشهد، عبقرية جدا. معطل أنا، مسحر أنا، يا سيدي حالي تعبانة، لا اصطفراني المدد يا سيدي. بليلة بلبلوكي، وبالليل سلقوكي، وبالنهار باعوكي، وعلى فعاليات جوي أووردز عزموكي، واللي مهندسة معالي المستشار تركي آل الشيخ طال الله عمره
بليلة بلبلوكي، وعلى أحلى عروض ورجوكي يا عزيز. تبعت لكل مين عم يتفرج علينا الصحة والعافية وألف ليرة إنجليز. بليلة بلبلوكي. يا ناموسة وينك يا ناموسة، شفتك يا صرصور ماشي عم بتدور. زيتك يا دبانة لخرب بيتك يا دبان، ويا البقة جايتك هالدقة يا لطيف. شو هالشوفة اللي بتفرفح القلب، الحبايب كلهم هون. ما شاء الله عليك يا ابو ناصر، ما في حد ما عنده مستحيل، ما باقي غير يطلع لنا مايكل جاكسون من قبره. سلام. I am Anonymous. I am here everything يعني أنا الزعيم والعقيد ما مستعدين نقول المستشار، بخاف ما ناكل أكلي. يا لطيف. شو هالسعودية هي، الله يزيد ويبارك يا رب. قولوا آمين. ايوه أهلا أبو غالب. هلا والله، حي الله. اي والله، ولعيونك هالرابع شداده. اي والله شداده. اهلا ابو غالب. اهلين بالنمس. شو نمس؟ مو على عادتك مربي دقنا. اي والله. ايه بس انا من زمان كنت شوفك من بعيد بدون دقن، فكرك حرامي. وانا كنت شوفك من قريب فكرك رجال. معناتها بدك تخسرني كصديق ولا؟ سيدي خسارة علي للأصل مكسب. يلا صار دليل الاصل مكسب. وين كل هالحاط الطبع؟ يا على اعطيك بدر. دقيقة يا جماعة، والله أنا مالي أدران مالي حق. أنا بدي ألحق أروح لعند فوزية اجلي للجليات واغسل الغسيلات واحمر الكوسايات، وبعدين بلحقكم. انتوا خذوا راحتكم بس لا تكسروا كل شيء. وينو هسه هيك انت وياك؟ هسه هيك من خلقتي. ايه لا هيك كتير. شو بدي لك اخي معتز؟ قول عصام، قول قسم ونغنشني. معونا ضيوف عنا هون بنص الحاره ودايسين بساطنا، وانت لهلا ما ذبحت لهم خواريق. ولك انو لك ابو شوكت انو، شو بدك كان يعمل؟ ايش كانوا ضيوفنا هن الخواريق. بعدهم جايبين نفس الكاركترات، يعني بعدهم جايبين نفس الشخصيات، بعدهم حافظينها، بعدهم عم يتقنوها، نفس اللهجات، نفس طريقة التمثيل. بتضرب منك قلب يا الكزم. رجعك عصام، رجعك معتز، مو هيك بنحكى مع رجال. وينو عقيدكم؟ لسه طالع والناس بجيب معطلين. ابو النار صلي على النبي. اللهم صل على النبي. نحن كلياتنا مع بعض وكلياتنا قلوبنا على القبضايات اللي قلبها على البلد وسيفها على العدا. شو معناتها الحكي؟ انا بقول لك شو معناته هذا الحكي يا قبضاي. رجع العقيد يا مو. شو عم بتقول؟ رجع العقيد يا مو. هذا الحكي معناته انه الفرنساوي ناوي علينا، وابن الشام القبضاي ابو النار مو فارقه معه، عم بيروس له الخير. يا معطين روقنا يا معطين. شاب تأمر ابو عصام. ابو النار عندي، هذا عند الحزه واللزه من اصل. عند الجد حارته واهله مثل اهلنا وحارتنا، صح لما لا؟ تنخدع الرابه قبل ما ينخدع باب حارتكم. هذا هو عشمنا فيك يا ابو النار، لك يسلم لي البطن اللي حملها. هلا ما حطينا ايدينا بيدين بعض رح نحمي الحاره واهل الحاره. الله يحيي العظيم. ما دام وصلت القصة لحارتنا وبابا صعب. نحن النسوان ما رح نقعد نتفرج. ايدنا بايدكم ندافع عن حارتنا كلياتها، حارتنا كلياتنا. النسوان اللي صانت بيوت الحارة من جوا قادرة بعون الله انه تصونها وتحميها من برا كمان وبايدكم. شباب الحارة أولادنا ورجالها أخواتنا، وما رح نسلمهم للغريب. بيقولوا الأرض بتحارب مع أهلها، كيف بدكن يانا نقعد بالبيوت وما نحارب معكن؟ عشت كل عمري خرسة والحمد لله. الله
شفاني ورجع لي صوتي، ومستحيل اخسره مرة تانية، وخاصة بكلمة الحق. قولوا والله يا رجال. يا محتل وارحل عنا، يا محتل وارحل عنا، الموت والبارود حنا، الموت والبارود حنا، يا محتل وارحل عنا، يا محتل وارحل عنا، الموت والبارود حنا، الموت والبارود حنا. الشام شامنا، لو الزمن ضامنا يا رجال. يا سامعين الصوت والحاضر يعلم الغايب. نحن باب حارتنا منسكره بوش كل طامع ومعتدي، ومنفتحه لكل محب وكل اخ مشي بالطريق الصح معنا، من حارة كل مين ايده له لحارة الضبع وشكلين ما بنحكي. فطنوا. لك مصرية. هيدي كانت لوحات السورية للدراما السورية بجي أووردز امبارح. فعليا لمسوا قلبي كل اللوحات ورجعونا لذكريات جدا جدا جميلة. وهون اللي بدي أقول لكم إياه إنه صعب على باقي الدول العربية تحديدا انه تفهم كمية الترابط بيننا وبين الدولة السورية او الشعب السوري او الدراما السورية اللي نحن ربين عليها من نحن وصغار بكل تفاصيلها وبكل مسلسلاتها. طبعا انا في اشخاص كنت بفضل انه يكونوا موجودين بالجوي اووردز او بيكونوا بهدول اللوحات، مثل عندك القديرة سامية الجزائري او الفنان باسم ياخور او الفنان ايمن رضا. مثلا سلسلة نجوم مثلا تكون موجودة، لانه نجوم كمان من المسلسلات اللي عملت بصمة بطفولتنا وربينا عليها. كتير حلو الشيء اللي حضرناه، كتير أثر فينا، كتير كان شيء رائع، اختتامية رائعة جدا جدا. اللي بدي أقوله هلأ رسالة للفنانين السوريين، اشتقنا لهيك أعمال
فعليا. اشتقنا لجميل وهناء، اشتقنا ليوميات مدير عام، عائلة 7 نجوم، اشتقنا لباب الحارة الأصلية المضبوطة، اشتقنا لهيك أعمال. الأعمال الكوميدية نوعا ما مش ضروري تكون عم تعمل العمل الدرامي وتبكينا لحتى نعرف انك بتمثل، ممكن تكون عم بتضحكنا جدا وبتكون ممثل رائع جدا. في كتير مسلسلات مرقوا وفي كتير مسلسلات ما انذكروا، بس طبعا الشيء الأهم انه انتم صنعتوا طفولتنا. الدراما السورية جزء منا ومن حياتنا لهلا، بعدنا بنحضر وبنتابع وبنشوف وبنتذكر. اكتبوا لي شو رايكم بالكومنتس، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا لي فولو على انستغرام، ونراكم على خير يا اهل الخير. سلام.